الريف المصري وأجواءه الجميلة في فصل الخريف. يلا بينا نروح رحلة جميلة مع الأشجار الجميلة والحيوانات اللطيفة بتاعتنا هنشوفها مع بعض دلوقتي. طبعا اللي قدامنا دوت نبات القصب، طعمه جميل جدا جدا جدا. هنلف لفة ونرجع له تاني نتكلم عنه. اللي قدامنا دي شجرة التوت، من أجمل الأشجار اللي بحبها. طبعا في الأرياف بيحبوها جدا. جينا لشجر البرتقال وده الموسم بتاعه، طبعا شجرة ما شاء الله فيها خير كتير. واحنا بنتفرج كده على الفيديو اوعوا تنسوا الاشتراك. وانا معدي صدفة لقيت دول قاعدين، ازيكم عاملين ايه؟ واحدة ردت عليا قالت لي ازيك يا كابتن، التانية بصت لي وهزت ديلها قالت لي سيبني في حالي. رجعت صاحبتها اقول لها مالها، عملت لي ودانها كده وقالت مالكش فيه. سبتهم ورحت لشجرة الموز الجميلة جدا. أشجار الموز من الأشجار المثمرة، مرة واحدة الشجرة بتطلع الثمار مرة واحدة وبعد كده بتقع بيطلع اللي جنبها بينبت. ده شجر المانجا، هي المفروض تطرح في الأيام دي بس طبعا لسه صغيرة. اللي قدامنا دوت نبات اللفت، كنت فاكره جرجير في الأول، قلت اخد شوية كلهم بس طلع لفت. ما شاء الله حاجة جميلة جدا، زي ما انتم شايفين منظر طبيعي جميل جدا. نبات الرمان، المنظر جميل. دول بقى مع شوية مية ساقعين كده مع شوية سكر، ما اقولكش على الطعم اللذيذ، يخرب بيت جمالك ولونك الجميل. بلف شوية كده وببص لقيت قدامي شجر الجوافة. شجر الجوافة يا جماعة من الفواكه الغنية بالفيتامين سي القوي جدا للمناعة. ودي نخلة لسه صغيرة عايزة اهتمام كبير جدا جدا عشان نوصل للمستوى اللي احنا عايزينه وتطول. زي ما قلت لكم من شوية شجر الجوافة من الثمار الغنية جدا جدا بالفيتامين سي ومقاوم المناعة. وعايز اقول لكم ان علاج جميل قوي قوي للكحة. ممكن نغلي شوية ورق في شوية مية، علاج جميل قوي. رجعنا تاني للقصب. زي ما شايفين لازم يتربط الربطة ديت عشان هو بيبقى طويل والجدر بتاعه مش قوي في الأرض، فبيتكسر وهو صغير فبيبوظ. هنروح دلوقتي ونشوف زرعة جميلة أوي أوي، أنا من محبينها، الجرجير اللي كنت فاكر اللفت من شوية طلع لفت. وطبعا لقيت جرجير هناكل منه في آخر الفيديو. نبات التين من النباتات الصحراوية، طعمه جميل جدا جدا. أنا شخصيا بحبه، شكله جميل جدا. دي ورقة نبات الليف ودي ورقة نبات، انا مش شايف كويس عشان الفيديو كان في الاضاءة مش كويسة، بس غالبا ده عنب. واللي جنبه نبات الليف لانه مطلع ثمار معانا ما شاء الله شكله جميل. هنروح دلوقتي لزرعة جميلة في ناس كتير بتحبها، هو برضو من النباتات الصحراوية. التين الشوكي جميل قوي قوي. زي ما انتم شايفين نبات الليف بيتسلق الجدران نفس نبات العنب، بس ده بيحب ارتفاعات عالية قوي غير العنب. ده غالبا خضرة او بقدونس، انا ما بعرفهمش من بعض. هما الاتنين مفيدين وكويسين جدا في الاكل. ده نبات الشبت، شكله جميل قوي. طبعا اللي قدامنا كلنا بنحبه، مفيش حد مش بيحبه، هو الريحان. واللي طالع جنبه دوت نعناع، واللي جنبه ده نبات الصبار من النباتات الصحراوية برضو. عايز اقول لكم ريحته يا جماعة من قريب جميلة جدا جدا جدا، ما اقدرش اوصفها لكم في الفيديو، لازم تشموها بنفسكم. ببص لقيت الجاموسة الجميلة دي بتبصلي من بعيد بتقولي انت عامل ايه؟ قلت لها استني جايلك. انت لسه زعلانة؟ قالت لي ايوه يا كابتن انا زعلانة قوي قوي عشان ابني لوحده جوه. قلت لها بجد؟ طب انا هدخل اشوفه واجيبهولك. فتحت الباب ودخلت المزرعة. بسم الله ما شاء الله، آية من الجمال. واقف لي قلت له تعالى، قال لي مش جاي. قلت له قوم بس تعالى عايزك في كلمة. قال لي حاضر بقى هقوم وامري لله. ما كدبش خبر وجالي جري بيقول لي ازيك يا كابتن؟ قلت له حبيبي. قال لي انا عايز اروح لماما. قلت له هي برضو قاعده زعلانه علشان هي لوحدها وانت لوحدك، شويه وهجيبها لك.
قال لي لا ما تسيبنيش، يا تقعد معايا يا توديني لماما. قلت له يا ابني سيبني. مسك ايدي في بقه وقعد يقول لي انا جعان. يا حول الله يا ربي، طب انا اعمل لك ايه دلوقتي؟ طب لحظة وشوية وهجيب لك ماما. قال لي لا ما تسيبنيش. قلت له حاضر تمام هقعد معاك شوية. طبعا قعدت اطبطب عليه، وعايز اقول لكم حب من اول نظرة، وحصل بينا تواصل جميل قوي. بلف بخلع منه لقيت البطة الجميلة دي في وشي. قلت لها ايه مش حبك انا دلوقتي، هشوف الحمام الجميل بتاعي. جت الحمامة السوداء دي وقفت على الشباك وعمالة تلفلي كده وتقول لي شكلي حلو في الفيديو ولا لا. فجت دكر البني كرشها من الشباك، قال لها ده مكاني ما تقفيش هنا انا اللي هتصور. قلت لهم خلاص خلصوا خناقاتكم مع بعض، انا همشي واسيب لكم المكان خالص. ببص لقيت البطة الجميلة ديت بتعمل صوت غريب كده، بقول لها مالك؟ قالت لي مالكش فيه. قلت لها لازم اعرف مالك. دخلت بقول لها استني، راحت جايه عضاني من صباعي. قلت لها طب استني اشوف مالك. ببص لقيت تحتها مجموعة من البيض ما شاء الله. هي طبعا دلوقتي في مرحلة الفأس مستنية عيالها، وان شاء الله اول ما تفقس هعمل لكم فيديو جميل قوي قوي. قعدت اطبطب عليها شويه واقول لها ما تقلقيش انا مش هعمل لك حاجه. قالت لي خلاص ماشي يلا خلص وامشي. قلت لها شوف البيض. بصلي بقرف كده وبتقول لي امشي بقى سيبني في حالي. طب سلام. من غير سلام ضربتني. قلت لها خلاص انا ماشي. طبعا شميت ريحه جميله، دخلت لقيت والدتي عامله لنا سمك جميل قوي قوي لسه جاي من النيل. ما شاء الله ريحته جايبه لاول الشارع. ببص كده وانا بقفل الفيديو لقيت القلة ديت قاعدة حزينة. قلت لها مالك؟ قالت لي اخترعوا التلاجة وسابوني مرمية على الأرض. قلت خلاص بقى خليكي قاعدة. فرجعت أجيب شوية فجل وشوية جرجير طبعا لزوم السمك. قعدت أقطع شوية، قلت كفاية. لا مش كفاية، خد شوية كمان. لقيت والدتي بتنادي عليا بتقول لي يلا عشان ناكل. قلت لها استني شوية. زي ما انتم شايفين الجذور طالعة من الطينة نضيفة جدا بس لازم تتغسل. قلت لها استني هجيب شوية كمان. قالت لي يا ابني يلا عايزين ناكل. قلت لها حاضر يا امي. ببص في المجموعة اللي في ايدي، قلت كفاية كده يلا بقى نروح نغسلهم. وانا معدي لقيت الوردة الجميلة ديت في وقت غروب الشمس. قلت لازم اصورها تاني. ما شاء الله يا جماعة ريحتها جميلة جدا جدا جدا. طبعا مش هقدر اوصفها لكم في الفيديو زي الريحان، لازم تشموها بنفسكم. وانا راجع لقيت حبظلم ده بينادي عليا بيقول لي بص انا رحت لماما من غير ما انت توديني، انت ضحكت عليا. قلت له ما ضحكتش عليك يا سيدي. طب انا عايز شوية لبن. قال لي لا مش هديك ده كله بتاعي انا. قلت له خلاص براحتك بقى. قعد يشد من هنا لهنا لهنا. ما شاء الله عسولة قوي، آية من الجمال. يا ريت كل اللي شايفين الفيديو يقولوا بسم الله ما شاء الله واللهم بارك. طبعا انا في طول الوقت دوت بحاول اخد منه شوية لبن مش راضي. بقول لها انت مالك لا ويا بوزك ليه؟ قالت لي مالكش فيه. قلت لها حاضر انا هصور حبظلم حبيبي. فلقيتها لفت تاني كده. رجعت لفت لي تاني. فبقول لها مالك؟ قالت لي اصلا انا مستنيه اجيب بيبي انا كمان. قلت لها ربنا يكرمك يا رب وينتهك بالسلامه. طب هاتي بوسه. قالت لي لا.